السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. زي ما احنا اتعودنا صل يا حبايب على قلبي ان احنا ان محمد. شاء الله نبدأ يومنا بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نبدأ اي حاجة بنعملها بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان ان شاء الله بإذن الله ربنا يجعل في يومنا بركة كده ان شاء الله. النهارده بقى نعمل ايه؟ ان شاء الله أكلة اقتصادية كده. يعني بصراحة كلنا بنحب ناكلها من المحلات، بس طبعا لما تعمليها في البيت بتبقى حاجة تانية. انت عاملة الحاجة بايدك وعارفة انت حاطة ايه وعارفة انت عاملاها ازاي، والكلام ده كله طبعا حاجة موثوق فيها طبعا. هنعمل النهاردة بقى ان شاء الله شوية كشري كده بطريقة المحلات واحسن من المحلات كمان، وهتاكليها وانت مطمنة. طبعا انا بحمر الشعرية عشان هعمل رز بشعرية. طبعا بنحمر الشعرية الأول، وزي ما قلتلكوا ما تيجوا تحمروا الشعرية تحطوا شوية ملح مع التحمير. بيخلوا الشعرية أو الرز المحمر أو المكرونة المحمرة كلها واخدة لون واحد بقى، مش متبقاش واحدة وواحدة، كلها لون واحد. فاحنا هنحمر الشعرية مع بعض مع شوية الملح اللي احنا هنحطه، يعني ربع معلقة ملح كده. وطبعا تشوحي الشعرية كويس وايه، وبعد كده تحطي الرز. طبعا لازم برضك تشوحي الرز مع الشعرية شوية، تنشفي المية اللي بتبقى في الرز عشان يبقى مفلفل معاك. وهنا طبعا انا غسلت العدس اهوت اللي هو العدس الاسمر، والمية اللي انا حطاها ديت باخد منها يعني ايه مية سخنة بحطها على العدس عشان ايه يغلي معاكي بسرعة. المية هتغلي برضك هسقط فيها انا عندي الطماطم اللي انا بحطها حب زي ما انا قلتلكوا في اي فيديو. بحطها حب في الفريزر، بطلعها احطها في المية السخنة تفك، وبعد كده ايه بستعملها. والله العظيم بتبقى كأنك لسه جايباها حرفيا، والله العظيم فعلا بقى يعني احسن من ما تكوني عاملاها في الخلاط. في ناس بتحبها بقى تكون مسبكة عادي وتحطها في الفريزر كده مفيش مشكلة برضه. هنا بقى انا هو بقى هغسل الرز. يعني الشعرية كانت الحمد لله بدأت في ان هي تحمر. هغسل الرز برضك وايه وهسقطه بقى واشوحه زي ما قلت لكم. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي. لو وصلتوا لغايه هنا في الفيديو يا ريت ما تنسونيش بدعوه حلوه منكم، واهم حاجه ايدك تروح على اللايك يا حبيبه قلبي، عشان ان شاء الله تدعميني في القناه والقناه تكبر بيكم ان شاء الله. وتشتركي لي في القناه طبعا فضلا وليس امرا منك، عشان القناه بتاعتي تكبر ان شاء الله. ودعوه حلوه كده من قلبكم، وتتمنوا لي الخير يا رب، عشان انتوا عارفين ان القناه دي انا فاتحاها باب رزق ليا ولولادي. تتمنوا لي الخير ان شاء الله عشان ربنا يكتب لكم الخير كلكم. هشوح بقى الرز اهو زي ما انتوا شايفين كده. لازم تشوحيه حلو وتنشفيه من المية خالص. وطبعا بقى انا هجيب الطماطم احطها في الحل. اذكروا الله يا حبايب قلبي، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الطماطم دي بقى مجمده، طلعتها من الفريزر شطفتها شطفه كده عشان مطرح التلج، وبحطها بقى في الميه. ما بتاخدش معاكي بصراحه 10 دقايق، 10 دقايق ان شاء الله، وبص تلاقي الطماطم فكت معاكي. كده بقى هو العدس اهوت هياخد غلوتين 3 معايا. وبعد كده هحط له شويه كمون وشويه توابل، عشان طبعا انت لما بتصفيه ما بتنزليش عليه ميه خالص. والحله التانية ديت حطيت فيها شويه زيت. وطبعا هعمل ايه الطماطم بتاع الكشري. الزيت هيسخن واحط فيه بقى ايه حته التوم. طبعا برضك يعني اللي بيحب التوم كتير يحط، اللي ما بيحبوش كتير ما يحطش يعني. بص هو شوية كمون صغيرين، شوية ملح، وخلاص على كده. واسيبه بقى يستوي حلو بقى ايه زي ما انت عايزة بقى. بتحبيه مثلا مفلفل، بتحبيه مستوي قوي زي ما انت حابة. هنا الزيت بقى هيسخن حلو ايه، وهحط فيه هعمل الطماطم في الخلاط واحطها ان شاء الله. والله العظيم جربي الطريقة بتاعتي دي في الكشري، والله العظيم جميلة. اصلا انا والدي اصلا يعني كان شغال زمان في محل كشري، وجوزي حاليا شغال في محل كشري. يعني الطريقة دي طريقة محلات. انا جوزي اصلا شغال في محل كشري. يا رب ربنا يرزقه يا رب، ويرزق الجميع برزق حلال ان شاء الله باذن الله. ودايما يا ولاد الناس كلها بتسعى والله عشان اكل عيشها، وعشان المصاريف، وعشان الاولاد وكده. فربنا يا رب يعين كل واحد على بيته، ويرزق كل واحد برزق عياله يا رب بحق الايام المفترجه دي يا رب. وما يكسرش يا رب اب قدام عياله ابدا. هنا بقى انا حطيت التوم اهوت، وعملت الطماطم طبعا في الخلاط.
طبعا التومة يا دوبك بتصفر كده وتحطي الصلصة على طول طماطم. والعدس بردك قرب يستوي بردك معايا اهو. صلي على محمد عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دايما الذكر يا أولاد والله العظيم الذكر جميل جدا جدا، وبصوا بيطمن القلوب والله. ألا بذكر الله طبعا تطمئن القلوب زي ما انتوا كلكم عارفين، وكلنا مسلمين وعارفين ديننا بيقول ايه. بص بقى العدس بقى قرب يستوي اهوت زي ما انتوا شايفين. هنا بقى ايه الزيت دوت انا ايه يعني انا هحمر بس شوية شوية بصل صغيرين، عشان بس انا عايزه اخد الزيت دوت احطه على المكرونة، عشان يبقى واخد طعم ايه طعم البصل. لان طبعا انا جوزي ايه كان جايب لي بصراحة شاريلي من المحل اللي هو شغال فيه، يعني شاريلي تقلية معمولة جاهزة. فانت عارفة التقلية لما بتعملها في البيت بتاخد زيت كتير، فانا يعني وفري يعني الزيت. فايه طبعا البصل اهوت انا هاخد بس هعمل كده. بص الجلابية شبكت في الزيت في الحامل بتاع البوتاجاز. هخليه بقى يحمر وايه اخليه يحمر يا حبيبة قلبي وايه وهعمل وهحط البصل. طبعا يا حبايب قلبي يا كده الصلصة خلاص يعتبر دخلت في السوا خالص. طبعا لازم تخليها تقيلة كده تبقى حلوة. هحط بقى شوية تقلية من ديت على الصلصة بتدي طعم جميل قوي. ودولت بقى شوية اللي انا ايه خدتهم بقى عشان خاطر المكرونة. انت ما بتحطي الزيت بتاع التقلية على المكرونة بتبصي بتوديها في حتة تانية خالص. وهنا بردك حطيت شوية زيت بردك من بتاع البصل عشان اعمل ايه شوية صلصة بالشطة كده ايه عشان تعرفي تاكلي الكشري. هخليها تغلي غلوتين واطفي عليها. والصينية اللي ورا دي انا كنت عاملة محشي قبلها، فايه يعني ابني ما بيحبش الكشري فايه قلت اسخنها له. ده منظر الحاجة ايه حبيبة قلبي بعد ما خلصت اهوت زي ما انت شايفة. وبس بالله عليكي ما تنسينيش في لايك والاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني ان شاء الله كل جديد، والقناة تكبر بإذن الله بيكم، وربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب. هنا بقى انا ايه بغرف طبق اهوت بردك عشان اوريكي شكله بردك. ودي بقى التقلية. ايه رأيكم؟ التقلية جميلة بصراحة، بيعملوها في المحلات حلوة بصراحة. وانا طبعا لولا ان جوزي شغال في محل كشري مش هجيب اسلح اي حاجة من بره. بص بقى شكل الصلصة بقى بصي جميل 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 طريقة المحلات. وبس انت بقى كفاية انت بتبقى عاملاه في البيت. ايه رأيك يا حبيبة قلبي؟ وده يكون الفيديو بتاعي النهاردة، وده الغدا بتاعنا النهاردة. حبيت برضك اشارككم اليوم بتاعي. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.